لو فاكر إنك شفت كل الجرائم الفظيعة، استنى لما تسمع قصة أسوأ سفاح في العالم. لويس ألفريجو جارافيتو كوبيلوس اتولد 25 يناير 1957، المعروف كمان باسم لا بيستيا يعني الوحش. كان قاتل متسلسل ومغتصب أطفال كولومبي. جارافيتو بدأ سلسلة من الاعتداءات على الأطفال اللي أعمارهم بين 6 و16 سنة في خريف سنة 1980. التقديرات بتقول إنه اغتصب وعذب على الأقل 200 طفل. قام بجرائم اغتصاب وتعذيب وتشويه وقتل حوالي 189 طفل تانيين في كولومبيا بين 4 أكتوبر 1992 و 21 أبريل 1999، وكمان قتل 4 أطفال في الإكوادور في صيف 1998. اتقبض عليه في 22 ابريل 1999 بتهمة محاولة اغتصاب طفل اسمه جون إيفان سابوغال عنده 12 سنة. احتجزوه كام شهر قبل ما يعترف في 28 أكتوبر 1999. المحكمة حكمت عليه بعقوبة مجموعها 1853 سنة و9 أيام في السجن. جارافيتو يعتبر أكتر قاتل متسلسل إجراماً في التاريخ الحديث، لأنه قتل على الأقل 193 طفل في كولومبيا والإكوادور. ولو اعترافه في 2003 صح، ده معناه إنه قتل كمان 23 طفل و5 كبار، وبكده يبقى إجمالي ضحاياه حوالي 221 شخص. وده كانت قصة لويس جارافيتو، أسوأ سفاح في كولومبيا، اللي ضحاياه وصلوا لمئات الأطفال. القصة دي مروعة، لكنها جزء من التاريخ ولازم نتعلم منها عشان نحمي أطفالنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قصص غامضة ومثيرة.